ازيكم عاملين ايه؟ جايلكم النهارده في فيديو مهم جدا جدا لكل ست بيت هتشكرني على الفيديو ده من جماله وجمال فكرته. حبيت اشاركها معاكم. ده ورق كان موجود فوق الدولاب بتاع المطبخ. عارفين ان فوق دولاب المطبخ من الاماكن اللي بيتراكم عليها الدهون. بصوا فوق دولاب المطبخ عندي عامل ازاي. طبعا الاماكن، بس انا بشاور لكم كده، يمكن الكاميرا مش جايبه ان في حاجات بسيطه، بس بصوا اللي هي الاتساخات اللي موجوده دي. مكان ما كانش فيه ورق، الورقه اتحركت كده او كده، هو ده بس المكان. لكن بصوا فوق الدولاب كله عامل ازاي، زي الفل صراحه. شلت الورق من الحاجات اللي هتريحك جدا جدا جدا، هتوفر لك بقى مسحوق وهتوفر تعبك ان انت تشيلي الورق وتبتدي تحطي ورق تاني نضيف. ده بس كده مهمتك لتنظيف فوق الدولاب. طريقه سهله وبسيطه. الورق ده ورق محطوط كده بالعرض. انا يعني اديته شكل الماسوره كده وغطيت الماسوره. يعني انا ما كنتش بغطي الماسوره، غطيت كمان الماسوره، غسلتها كويس وغطيتها. بصوا الورق اللي نازل من فوق الدولاب عامل ازاي. بصوا ايدي في الاتساخات جميله، بصوا عامله ازاي. فطبعا الطريقه دي جميله جدا وناجحه جدا 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 في ان انت تحافظي على مطبخك نظيف، او ان انت تحافظي على صحتك من التعب. لان طبعا الدهون مكانها بعيد، بتضطري تطلعي تقفي على سلم او على كرسي عالي عشان توصلي للدهون دي، بتبقى حاجه صعبه وايديكي طبعا تقعدي تدعكي فيها كتير عشان تنضف. انت مش هتحتاجي اصلا ان انت تعملي اي حاجه غير انك تغيري الورق، لا اكتر ولا اقل. الورق ده كده هنلمه كله ونرميه على طول. موضوع سهل وبسيط. كمان من الحاجات اللي برضو بيتراكم عليها الدهون هي ماسورة الغاز. نقدر برضو بنفس الفكرة بس بورق فويل. وعلى فكرة الموضوع ده بيقعد معاكي بالشهور، يعني مثلا ممكن تقعد شهرين ثلاثة. ما تغيريش الكلام ده غير بعد فترة طويلة، اما تلاقي ان هو بقى شكله خلاص لازم يتشال. قطعت كده بورق الفويل 3 قطع. هنقطع لحد ما نوصل لمقاس الماسورة بتاعنا، ونقدر نعمل الكلام ده فوق بدل الورق. تمام. قطعت كده الورق الفويل وبصوا المفرش اللي فوق التلاجة ده كمان حبيت ان انا اوريه لكم، ان برضو بيخلي فوق التلاجة نضيف، مفيش تراب مفيش دهون متراكمة ولا اي حاجة. هتشيليه برضو تغسليه وتحطيه تاني تغطي بيه فوق التلاجة. والاماكن دي كلها اماكن مش ظاهرة عشان المنظر الخارجي يبقى شكله حلو. لا، الاماكن دي كلها اماكن مش ظاهرة تماما، بس انتي جواكي كده بتبقي حاسة ان مكان نضيف، بتبقي مرتاحة نفسيا. الاماكن دي ظاهرة لست البيت بس. تمام. اهو بصوا بقى الورق الفويل انا شيلته عامل ازاي. مش هغسل بقى الماسوره من تحت، ورق الفويل زي الفل. تمام. الفيديو ده هيسهل عليكي كتير، مفيش اي دهون مفيش اي حاجه على الماسوره. بس هنشيل ورق الفويل القديم ونحطه ورق جديد، لان ده صراحه بقاله فتره كبيره عندي محطوط على الماسوره. وتقدري كمان، يعني احنا بنمسحه لحد برضو ما بيبقى خلاص شكله لازم يتغير بيتغير. تقدري تغسليه او تمسحيه كده مسحه بقماشه بصابون، برضو ورق الفويل بينضف ويبقى سهل جدا في تنظيفه. بس احنا طبعا عاملين الفكره عشان نسهل على نفسنا، مش هنغسل ولا نعمل اي حاجه، هنغيره من وقت للتاني وما بياخدش يعني ورق فويل كتير ولا تكلفه كتيره ولا اي حاجه. هما 3 قطع قد اللي انا حطاهم قدامكم دول هيعملوا لي ماسوره الغاز كلها. هبتدي كده اخد القطعه الاول، اشيل اللي هو القديم ونحط الورق الفويل الجديد. بجد طريقة سهلة وجميلة وتديكي طاقة إيجابية وبتخلي شكل ماسورة الغاز في منتهى الجمال كده، شكلها حلو. أنا عارفة طبعا إن الحاجات دي بتديكي طاقة سلبية، اللي هي شكل الدهون وإزاي هننضفها، وأبقى شايلة هم إن هي هتتعبني. وطبعا والمكان بيبقى عالي عليكي، يعني بتفكري لها في 100 تفكير قبل ما تعمليها. فالموضوع ده هيخليكي تحطي الورق ده وتريحي دماغك منها شهرين 3 ممكن اكتر، حسب بقى طبعا نسبة الدهون عندك اللي هتتراكم على الورق ده. وفي نهاية الفيديو يا رب الفكرة تكون عجبتكم واتمنى تنفذوها، بجد هترتاحوا جدا. ما تنسونيش في دعوة حلوة منكم. بصوا انا حطيت الورق كده فوق دولاب المطبخ بالشكل ده، كمان غطيت الماسورة فوق لقيتها فيها دهون، غسلتها وغطيتها بالورق زي ما انتم شايفين. والورق الفوق اللي هو على الماسورة بتاعت الغاز كلها لحد تحت. وكمان بقى ما تنسوش المفرش اللي فوق التلاجة، او لو ورقة كبيرة كده فوق التلاجة برضو. الاماكن دي كلها مش بتبقى ظاهرة لاي حد، دي اماكن انت اللي عارفة بس ان هي عليها دهون، عشان بس المنظر او شكل المطبخ الخارجي ما تفكريش ان هو يبقى شكله وحش. ماسورة الغاز بقى شكلها في منتهى الجمال اهي، متغطية كلها بورق الفويل وشكلها في منتهى الجمال.
التلاجة هنغطيها بمفرش، فوق الدولاب هنغطيه بالورق زي ما انتم شايفين. المفرش بناخدوه نغسلوه سهل ونرجعه تاني. اتمنى الفكرة تكون عجبتكم.